السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو من الفيديوهات اللي كيقدمها kizaco.com في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى من سلك البكالوريا. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس الإيمان والغيب، مدخل التزكية. غنقوموا بتحليل نصوص الانطلاق وتعريف الغيب وحكم الإيمان به، وكذلك الحكمة من حجب الغيب عن الخلق، وفي الأخير أثر الإيمان بالغيب على النفس وعاقبة التكذيب به. نصوص الانطلاق. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مضمون الآيات: انفراد الله تعالى بعلم الغيب وعلم كل ما يقع في الكون. تشير الآيات إلى انفراد الله بعلم الغيب، أي أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ويعلم كل ما يقع في الكون سواء في البر أو البحر. النص الثاني: قال سبحانه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. مضمون الآية: الإخبار بأن قصة يوسف عليه السلام هي من الأمور الغيبية التي أوحاها الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء الغيب، ذلك تعود على الأحداث الواردة في سورة يوسف، هي من أنباء الغيب التي لم يكن يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أوحاها الله إليه لاتخاذ العبرة. المحور الثاني: مفهوم الإيمان والغيب. مفهوم الإيمان لغة هو التصديق والوثوق، فنقول آمن فلان بالفكرة أي صدق بها واقتنع بها اقتناعا نابعا من قلبه. أما اصطلاحا هو التصديق بأصول العقائد والإقرار بها والتفاعل الوجداني والسلوكي معها، حيث يجب التفاعل، لا يكفي التصديق وحده، لأن إبليس يصدق بالله، فهل هو مؤمن؟ لهذا وجب التفاعل الوجداني والسلوكي مع هذه العقائد. وبعبارة أخرى عرفه العلماء بأنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة النفس والهوى والشيطان. وأركانه 6 هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مفهوم الغيب لغة هو كل ما غاب عن حواس الإنسان ولا يستطيع إدراكه، أي شيء لا نستطيع سمعه أو لمسه أو تذوقه فهو غيب. أما اصطلاحا هو كل ما غاب عن إدراك الحس وما خفي عن الإنس والجن ولا يعلمه إلا الله، هذا الغيب لا يعلمه إلا الله، وهو من اختصاص الله وحده، كما جاء في قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. أنواع الغيب: الغيب النسبي، وهو الغيب الذي يمكن للإنسان معرفته بوسائل معينة، سواء باستخدام الأقمار الصناعية أو التلفاز أو الإنترنت. هذا الغيب يمكن للإنسان الاطلاع عليه. كيف؟ فعندما يقع حادث في دولة بعيدة منا ونحن نرى الفيديو عبر التلفاز أو عبر الإنترنت، فنحن نطلع على ذلك الغيب بالرغم من بعد المسافة، فلولا توفر هذه الوسائل سيكون ذلك غيب لم نطلع عليه، لكن بتوفر هذه الوسائل يصبح الغيب متاح لنا. أما الغيب المطلق فهو الغيب الذي لا يستطيع معرفته إنسان، مثل عذاب القبر والملائكة وحياة البرزخ والروح وغير ذلك من الأمور الغيبية التي لا يمكن للإنسان
الاطلاع عليها بأي وسيلة من الوسائل. حكم الإيمان بالغيب، هل هو واجب أم مستحب أم مكروه؟ الإيمان بالغيب واجب على كل مسلم ومسلمة، إذن الإيمان بالغيب واجب، كما جاء في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المحور الثالث: الحكمة من حجب الغيب عن الخلق. تحقيق اختصاص الله بالغيب وبقاء المكلفين في دائرة الامتحان والابتلاء. تحقيق الخضوع لله وتفويض الأمر له، حيث يصبح الإنسان متوكل على الله في أموره ويعلم أن الله لن يفعل به إلا خير. اختبار وفاء الإنسان بالعهد الذي أخذه عليه في عالم الغيب. راحة قلوب العباد من هم ومكابدة مصير الأمور، يصبح الإنسان مرتاح مما سيؤول إليه المستقبل. فمثلا لو علم الإنسان أنه سيموت بعد فترة محددة في الوقت الفلاني المحدد، كيف سيعيش هذه الفترة الزمنية؟ أثر الإيمان بالغيب على النفس. تحرر الإنسان من الخوف على مستقبله والرضا بما قسم له الله تعالى من رزق. الرضا بالقضاء والقدر والصبر عند المصيبة والشكر عند النعمة. طمأنينة النفس والإحساس بأن للحياة معنى. الهداية والاستقامة على الصراط المستقيم. والحماية من الوقوع في شراك الخرافات والشعوذة والدجل. عاقبة التكذيب بالغيب على النفس. الخوف من المستقبل وعدم الاطمئنان. فقدان التوازن بين الروح والجسد وعدم الإحساس بمعنى الحياة. ضيق الصدر وانفطار الأفئدة. يستولي على الذين يكذبون بالغيب الجشع والطمع، فلا نفس تشبع ولا قلب يخشى، يغيب عنهم الخشوع ويصبح همهم جمع الأموال وينسون الآخرة والحساب. وبهذا نكون قد أتممنا هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.